قال ايه، جايين بيقولوا لي عايزين اكل من بره. قلت لهم بس كده استنوا، والله ما يحصل. فتحت التلاجة لقيت عندي ربع كيلو من اللحمة، هي الحتة الصغيرة اللي انتوا شفتوها على ايديا دي حوالي ربع كيلو. جبت بقى بصلاية حلوة كده محترمة، وكان عندي كيس مكرونة. قلت والله لا اعمل لهم حتة اكلة تجنن، هخليهم بقى يحرموا خالص يطلبوا مني اكل من بره. عارفين يا جماعة احنا النهاردة عشان نجيب اكل من بره ل6 افراد محتاجين كام؟ احنا محتاجين قرض والله العظيم. المهم ايه، ما تنسوش الصلاة على النبي وتعملوا لايك وشير، وتقولوا لي كمان من اي بلد بتشوفوني. انا هند ومن مصر. بعد كده بقى كان عندي فلفلايه كده رومي حلو بقى دلوقتي جميل قوي يا ولاد، هاتوه خلوه عندكم ودخلوه في اي اكل. وكان كمان عندي ايه، دي فلفلايه الا ربع من الاصفر، كان فيها حته وحشه كده، رحت شلت الحته الوحشه ورحت جبتها. اوعوا ترموا اي حاجه، لموا النعمه عشان ربنا يبارك لكم في حياتكم. رحت مقطعه، وكان عندي واحده بقى فلفلايه صغيره خالص حمراء جبتها. هي الاكله بتاعتنا عايزه بقى شويه خضار، اي حاجه عندك، ولو عندك فلفل اخضر بس تمام مفيش اي مشكله. وحبايه من الطماطم كده، وتكون طريه مش شرط تكون جامده، ونقطعها قطع صغيره. عايزه اقول لكم اصلا انا مش قادره امسك السكينه، انا تعبانه جدا والله، الاعصاب عندي بايظه. ادعولي بقى بالله عليكم دعوه كويسه لو الوصفه دي عجبتكم. بعد كده جبت معلقتين كبار من الزيت، وسخنت الطاسه بتاعتي ونزلت بالبصل، اديته بقى تشويحه. لو مش بتحبوا الزيت حطوا سمنه. بعد كده بقى ايه، اول ما البصله بتاعتي تبلت شويه نزلت بحته اللحمه بتاعتي اللي هي حوالي ربع كيلو. بعد كده هبقى اوزنها لكم عشان انتوا مش بتصدقوا. وقلبتها كويس قوي 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش مهم اللحمه تبقى كتيره، المهم ان طعم الاكل يبقى حلو. عفوا. هنقلبها كويس قوي 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 كده لحد ما البصل يختفي زي ما انتوا شفتوا. بعد كده هننزل بقى بالخضار بتاعنا اللي هو الفلفل والطماطم. كمان لو عايزه تحطي اي نوع خضار تاني براحتك. حطيت بقى ملح وفلفل اسود وبهارات مشكله، بس كده هما 3 حاجات. انا مش عايزه اكتر في البهارات ولا اي حاجه، عايزين الاكل بتاعنا يبقى زي زمان، ملح وفلفل اسود وشويه بهارات وبس كده. جبت بقى كيس المكرونه بتاعي اللي كان محيرني ومش عارفه اعمل بيه ايه، رحت نزلت بيه بالشكل ده. اديته بقى تشويحه مع اللحمه والحاجات كلها اللي احنا عملناها مع بعض. خدتها بقى على حله اكبر واديتها تقليبه بالشكل ده. انا عايزه ايه، المكرونه برضو تاخد معايا تحميره بسيطه. بعد كده نزلت عليها بمعلقتين من الصلصه، ولو ما عندكيش صلصه انزلي عليها بعصير طماطم، عصير طماطم كوبايتين كده ولا حاجه. انا نزلت بمعلقتين كبار، واخر حاجه ضفتها مكعب ماجي، وتقدري تستبعديه لو انتي مش بتحبيه، بس انا بحبه وبيدي الاكل طعم. نزلت بقى بميه سخنه بتغلي، يا دوبك غطيت المكرونه بتاعتي بالشكل ده، وهسيبها بقى تستوي على النار متوسطه. بصوا والله احلى طاجن مكرونه ممكن تاكلوه. لو عايزين بقى تغيروا شويه حطوه في طواجن صغيره وحطوا عليه موتزاريلا ودخلوه الفرن، لكن انا شايفه ان هو كده تحفه مع شويه طماطم متحدقه، وعملتي احلى غدا. اعملوا شير ولايك ومتابعه. باي باي.